السلام عليكم، انا اسمي هشام نبيل، والنهارده هنشرح لكم الاب بتاعنا. ومعانا اول ايكون وهي الانفو. ده ملخص عن المشروع بتاعنا، ولما باجي ادوس هنا بيخليه لنا عربي. وتاني ايكون معانا وهي الستوري. دي الستوري، والمشروع بتاعنا بيساعد الاصم والابكم والاعمى. تالت ايكون وهي السبورت. بيسالني اسمي وبيخزنه في فاريبل اسمه نيم، وبعدها وكذلك بيعمل كده في الميل والفون نمبر والبروبلم. هكتب النيم، بعدها الميل، بعدها الفون نمبر، بعدها البروبلم اي حاجه، وبعدها اعمل سبميت وهيقول لي ثانك يو وهيرجعني على الهوم بيج. رابع ايكون وهي الابلكيشن. اول ما ادوس على الابلكيشن هيجيب لي ساين اب وساين ان. هفتح ساين اب. اول حاجه يسالني النيم وهيخزنه في فاريبل، والفاريبل ده هيتخزن في ليست. بعدها يسالني الميل، لازم يبقى فيه اد ودوت كوم. غير كده هيفضل يسال الميل، بعدها يخزن الميل في فاريبل ويخزنه في ليست. بعدها يسال الباسورد، والباسورد لازم يبقى اطول من 3 حروف او ارقام، ولازم يبقى فيه هاشتاج. غير كده هيفضل يسال الباسورد. بعد كده هيخزن الباسورد في فاريبل اسمه باسورد وزيرو، وبعدها يخزنه في ليست اسمه باسورد. هكتب النيم والايميل، بعد كده الباسورد، هاشتاج، بعدها سبميت. وهاجي اعمل ساين ان. هيسألني اسمي، وبعدها لازم يبقى اسم متخزن في الساين اب عشان يدخلني. كده هيفضل يسألني عن النيم، وكذلك في الباسورد. عندي هنا 5 ايقونات. هنشرح الاب. انا استعملت في الاب 3 من الاي اي، وهما تكست تو سبيتش وسبيتش ريكوجنيشن وتكست ريكوجنيشن. عندنا هنا 5 ايكونز، واول واحده فيهم هي تكست تو ساوند. اول حاجه بيسالني what do you want to say، وبعدها بيقول الكلام اللي انا كتبته. يعني مثلا هدوس عليها واكتب. تاني واحده سبيتش ريكوجنيشن، الكلام اللي انا بقوله بتعرضه على ال LCD. ودي التالتة تكست ريكوجنيشن، بيقرا الكلام وبيقوله. دلوقتي هنجرب التكست ريكوجنيشن، وانا هعمل فليب عشان هو بيقرا الكلام بالمعكوس. ودلوقتي هنروح على الالتراسونيك. الالتراسونيك هيقيس المسافة ما بين الشخص والحاجة اللي قدامه اللي هيخبط فيها. ولو المسافة أقل من 10 هيشغل من رقم 9 اللي هي البزر، وهيقوله be careful you have a hindrance. غير كده هيقفل البن رقم 9 اللي هي البزر. وكده خلصنا شرح الابلكيشن بتاعنا. مع السلامة.